هنية علينا الخوت البلان ديال السنغال، سالينا معاه، فضينا معاهم. فاخيرا الخوت تهنينا من البلان ديال السنغال، والحمد لله مبروك علينا الكاس 100%. علاش؟ حيت السنغال خافت تمشي لمحكمة الطاس، ما قدرش تمشي لان غادي يكون هناك عقوبات كبيره كبيره بزاف. واصلا الا مشاو للكاف غادي يصادقوا على بان المنتخب المغربي هو اللي خص ياخذ الكاس، حيت غادي يطبقوا القانون. المهم هذا الفيديو نحاولوا نكتشفوا فيه كل شيء، ما نطولش عليكم، يلا نبداو. اليوم رئيس الجامعة السنغالية أصبح رطب، قال لهم حنا غنمتثلوا الأوامر ديال الكاف. علاش؟ لأن داروا التشاورات ديالهم وشافوا الملف وداك الشيء، ولقاو أن المغرب جبد لهم الأدلة الدامغة. يعني الخوت راه ماشي لخاطرهم، راه ماشي حبا فينا صافي لا ما غاديش نمشيو للطاس ولا هادي، راح يتخافوا. يعني كاع الادله اللي عند المغرب صالح المغرب وضد السنغال، يعني واخا يمشيو للمحكمه ديال الطاس نضربهم تران. لأن إلا شفتوا الحكام في الصفر نهاية فاش خرجوا السنغاليين صفر. حنا عارفين 3 تصفيرات هما ديال الفينال وصفر تصفيره وحده، جات المكالمه من عند الكاتب العام اللي قال لي كمل الماتش ما تصفرش. علاش؟ باش الحفل ما يخسرش. اذا داكشي جا من الفوق ديال كملوا الماتش، وهادشي اللي داروا راه ما غيدوش هو هذاك، ضروري غيمتثلوا القوانين. وهذا هو اللي خلى السنغال دابا غتقتنع ان الكاس راه ماشي ديالها. فعلا كما كتشوفوا اصلا الحكم راه صفر نهايه المباراه، وجا اتصال قال لي لا غير كمل استمر على قبل داك العرس الكروي والفينال والعالم كامل كيتفرج. فلهذا السبب الرئيسي اللي غيخلي السنغال ما غاداش تمشي لمحكمه الطاس وما غاداش تقدر. السؤال المطروح قانونيا هو واش يمكن للمغرب ويمكن للسنغال يستأنفوا؟ قانونيا كنقول، منطقيا المغرب ما غيستأنفش لانه منطقيا ما صافي خدا حقه، ولكن قانونيا يمكن للمغرب يستأنف كما يمكن للسنغال اليوم لو كان واحد الشرط ان يمكن لها تستأنف. ولكن اليوم في غياب واحد الشرط السنغال ما يمكن لهاش تستأنف، ما يمكنلهاش تمشي للطاس حيت ارتكبت واحد الخطأ فادح وكارثي. شنو هي قالت لك انا ما غاديش نستأنف لدى لجنه الاستئناف، يعني ان ما استنفذتش الطعون القانونيه لدى الكاف، بحيث انه سدات قالت في الاول ان الحكم قابلاه ما نزيدش لقدام ونطلع ونكمل الطعون. اذا ملي غنمشيو للطاس غتبغي يقدم غيقول لهم الطاس ودي بلاتي نتوما راه ما استنفتوش لدى لجنه الاستئناف، فبالتالي لم تستنفذوا الطعون القانونيه، فبالتالي وبناء عليه ما يمكن لكمش تلجؤوا للطاس. يعني ما يمكنش لهم يمشيو ديريكت للطاس، كان عليهم يستانفوا بعدا عند لاكاف ويشوفوا البلان، وإلا رفضوا لهم تاني لاكاف استئناف عاد ديك الساعه يقدروا يدوزوا للطاس. وهذا القرار يصبح نهائيا. هذا هو القانون. غنخليو واحد الاحتمال بسيط ضئيل، وربما يلقاو لك شي ثغره، وربما شيء من هذا القبيل يلقاو لك شي حاجه، ربما ما يطبقش القانون ويمشي الامر للطاس كيف ما طبقش القانون في المره الاولى لدى لجنه الانضباط الابتدائيه اللي بغينا نسميوها هكذا. حتى لو ذهب الامر مثلا للطاس شنو غيمكن له يوقع؟ نفترضوا ما تختارش القانون سيدي في هذا الشق هذا، لقاو لي شي تخريجه مشى للطاس. الطاس انا كنعطيك هنا ضمان وكنبصم لك بالعشره ان من المستحيل ان الطاس تعاود تلغي هذا القرار وترجع الكاس للسنغال. غنقول لكم علاش الخوت، لان الطاس اصلا محكمه الدور ديالها شنو هو؟ كتطبق القانون. ودابا القانون اللي يطبق حاليا من طرف الكاف هو تماما نفس الشيء اللي غادا تطبقه الطاس. يعني واخا تمشي السنغال غادي يمشيو يشوفوا بان السنغال انسحبات، فغادي يطبقوا القانون. هنا راكم خسرتوا ب3-0، تعطيو الكاس للمنتخب المغربي، وهذا الشيء اللي وقع في الكاف. يعني واخا يمشيو للطاس غادي يعاودوا الحكم من نفسه ويطبقوا القانون اللي طبق ديجا. يعني خاسرين ومبروك علينا حنا. من المستحيل انا كنعطيك ضمانه، وتذكر كلامي جيدا، هذا الكلام نعطيك ضمانه شخصيه. الجزائر تعترض في محكمة الطاس ضد قرار سحب لقب كأس إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب. نتوما مالكم اصلا؟ نتوما شنو حرق شطاتكم هاد الجزائر والكراغله؟ وديوها غير في بلادكم وفي اموركم، واني مصيبه كحله هادي. هذا القرار الذي أعلنته الكاف وشكل صدمة كبيرة لنا، نحن لن نقبل بهذا أبدا. يا راه غتمشي للطاس ولا البرطاس ولا ما دير حاجه، اللقب غادي تردو تكون اول مره في التاريخ باش يحدوا السرعه لهذا الشيء هذا. اللقب غادي يولي والميداليه ترجعهم وتحطهم في المغرب وتطلب منه السماح
ابري باش حدوا لك السرعه، لانه السنغال موالفه في 2004 وموالفه اليوم حدوا لكم السرعه. المغرب بغى يطلع بكم ويردكم كيما اوروبا وكيف فيها قانون وفيها منا ومنا، بصح نتوما رخواز، نتوما ماشي هي الجهه، نتوما باغيين المستنقعات. لانهم علاش؟ لانهم اللي شادين الدول رؤساء، والرئيس جامي يبغي يربح لبلادو. الرئيس ديما يخلي البلاد مشتته، يبغي يدي باباه الكلب مشتته مكحته ما خاصهاش تطلع. هذه من جهه. الملك المغربي محمد السادس الله يشافيه اجنا رمضان مطلع بلادو، علاش؟ لانه ملك باغي بلادو يخدمها، باغي يطلع البنيه التحتيه، يبين بلادو عالميا، وبلادو ما شاء الله راه عالميا. بصح الرئيس ديما يبغي يجد بابها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشان نقول لكم بعدا مبروك وعشركم واحد القضية خطيرة بزاف. من بعد الاطلاع على الملف القانوني اللي دار بطبيعة الحال المغرب دفاعا على القضية ديال الفينال واللي خدينا بحقنا، راه المشكل اكبر بكثير من هذيك الهضرة ديال كنسحبوا ما نسحبوا. الملف ثقيل بزاف، والكاف حاولت ما امكن انها تفك الجرة ديالها بكري عن طريق الاعلان على المغرب فائز، وما بغاش توصل للطاس. وحتى كذلك السنغال راه في حيرة من امرها. دابا كما فهمتوا من هذا الفيديو الخوت، راه اصلا لاكاف خايفه على راسها، حيت هذيك الروينه اللي ناضت في هذاك الماتش وديك الكولاسه وداكشي اللي داز تحت الطبله وديك الروينه وداكشي من هنا ومن هنا، راه لاكاف خايفه على راسها. الا وصلت القضيه حتى للطاس غيوليو تحقيقات، اجي بحث من هنا ومن هنا، وغادي يجبدوا شي خيخ اللي لاكاف ما باغاش يوصلوا للطاس. يعني حاليا السنغال خايفه من الطاس حيت الطاس غادا تطبق القانون، لاكاف خايفه من الطاس حيت الطاس غادا تحفر، والمستفيد الاكبر هو المغرب. ما بين الموقف السياسي والموقف الرياضي، واحد الدماغ ديالهم رياضي كيقول لهم يمشيو للطاس، واحد الموقف سياسي كيقول لهم ما يمشيوش للطاس. واحد الموقف كيقول بان غادي نعطيو الكاس وماشي مشكل، واحد الموقف كيقول العكس، نشدو الكاس وما ياخذوش المغاربه. ونصيحه اللي تنصحت بها بطبيعه الحال الاتحاد، اللي تنصح به الاتحاد السنغالي من طرف الجامعه الملكيه المغربيه وكذلك مجموعه من اللجان الافريقيه، فكتنصح السنغال باش ما تمشيش للطاس، لان اذا مشات للطاس راه الموقف اصعب واصعب بكثير، حيت الملف فيه واحد المجموعه ديال المعطيات خطيره بزاف، منها مكالمات، منها ضروره تدخل سياسي، منها بزاف ديال الحوايج. لا راه كانت نايضه روينه ديال بصح الخوت في هذاك الماتش. داك الفينال راه احمق فينال في العالم في التاريخ ديال الكره، ودابا حاليا ما قدروش يمشيو. علاش؟ حيت غادي يجبدوا على راسهم من النحل. نتسناو وغادي تشوفوا. كنظن نقدر نقول انه متاكد بان السنغال غتعترف بالهزيمه وما غاديش تمشي للطاس.